Welcome to the latest Kotlin 2.2 launch, where coding meets elegance. Kotlin 2.222 introduces faster compilation speeds for seamless development. Explore the new inline class enhancements that simplify data modeling. Discover refined coroutine APIs that enable smoother asynchronous programming. Take advantage of upgraded type inference for smarter code suggestions. Enjoy fresh ID integrations that boost productivity. Experience expanded native multi-platform support across mobile and desktop. Leverage built-in security features designed to protect your applications. Dive into community-driven libraries now bundled with Kotlin. Join us as we build a sample project showcasing Kotlin 2.222's power. دونك في هذا الفيديو الجديد غادي ندويو على كوتلين، وغنبداو واحد السلسله ديال كوتلين بيزكس، يعني الاساسيات ديال لغه كوتلين من ا حتى زد. وغنركزو بزاف على الاصدار الجديد ديال كوتلين اللي هو 2.2.21، يعني الاصدار ديال اكتوبر. غادي نركزو عليه بزاف من بعد ما نتقدمو اكثر في الشرح ديالنا على كوتلين اون جينيرال. دونك مزيان، دونك كوتلين اغلبيه فينا كيعرف شنو هي كوتلين حاليا، اللي ولات مشهوره بزاف، اللي هي لغه حديثه، يعني لغه جديده، ولكن في نفس الوقت هي لغه ولات معروفه بزاف ولاو بزاف الناس كيستعملوها. لغه برمجيه حديثه طورتها جيت برينز معروفه، كذلك جيت برينز هي شركه اللي مقاده، بايت شارم هي اللي مقاده، ايتيليج هي اللي مقاده بزاف ديال الاي دي ايز اللي معروفين بزاف واللي الاغلبيه كيستعملوهم. دونك كوتلين كتخدم بالجي في ام. وشنو هي الجي في ام؟ دونك الجي في ام هي كتخدم في الجي في ام وكتخدم كذلك في الاندرويد. وقبل الاندرويد راه كلشي عارفو، اكيد الاندرويد راه واضح وكلشي عارفو، ولكن بقينا شنو هو الجي في ام بالضبط. الجي في ام هو جافا فيرتوال ماشين، وغندويو في هذا الفيديو على جافا فيرتوال ماشين وغنشرحو دابا شنو هو جافا فيرتوال ماشين. كنتمنى انكم تفهموا من الشرح اللي غادي نشرحو على بعض الاساسيات ديال كوتلين. اللي غنبداو فقط غادي نعرفوا بكوتلين بعض الاساسيات المهمين بزاف خصنا نعرفوهم في البدايه ديال التعلم ديالنا الكوتلين اون جينيرال، ومن بعد غندوزو ونتقدموا اكثر في اكثر. وكل ما زدنا الوقت كل ما زدنا النيفو وطلعنا النيفو اكثر، وهادشي اللي كاين بالنسبه للكوتلين. وكنتمنى انكم تتبعوا معايا الشرح مزيان. بالنسبه للجي في ام غنبداو بالجي في ام لان الاندرويد واضح والاغلبيه فينا عارف شنو هو الاندرويد. كلنا كنخدموا بالاندرويد يوميا، صافي كنا ضبطنا شنو هو الاندرويد وعارفين مزيان شنو هو الاندرويد. ولكن الاغلبيه كاين اللي ما ضبطش مزيان الجي في ام، كاين اللي ناقصينو شي حوايج في جافا فيرتوال ماشين اللي خاصو يضبطهم ويكون عارفهم. دونك بالنسبه للجافا فيرتوال ماشين، اشنو هي جافا فيرتوال ماشين؟ جافا فيرتوال ماشين هو اللي كيعطي البي سي ديالنا الامكانيه باش يخدم يدير ران لتطبيقات جافا. يعني حنا ملي كنكوديو في واحد الاي دي اي، واحد السورس كود ديال جافا مثلا، ملي كنكوديو هاد السورس كود ديال جافا كيخصنا اننا نخدمو هاد السورس كود هذا. وباش نخدموه كتخصنا واحد الحاجه سميتها جافا فيرتوال ماشين. والجافا فيرتوال ماشين هي اللي كتخدم لينا هاد السورس كود ديال جافا. نعطيو كيفاش الطريقه باش كيخدم. دونك حنا ملي كنكوديو كنكتبوا واحد السورس كود ديال جافا في الاي دي اي ديالنا اللي خدامين فيه. من بعد داك الاي دي اي كيكون فيه كومبايلر. الكومبايلر كيدير يعني حنا عارفين بان الكومبايلر شنو كيدير. الكومبايلر كيحول لينا السورس كود ديال جافا، البايت كود ديال جافا مزيان. دونك بالنسبه للبايت كود، بالنسبه للسورس كود ديال جافا راه امثله واضحين. كنشوفوا قدامنا واحد المثال، هذا مثال ديال السورس كود ديال جافا. اللي عادي حنا كنكوديو كنكتبوا السورس كود ديال جافا تيكون على هذا الشكل هذا مزيان. ومن بعد الكومبايلر اش كيدير؟ يعني حنا عارفين بان الكومبايلر اشنو كيدير، كيحول هذا السورس كود ديال جافا للبايت كود، كيحولوا البايت كود ديال جافا. ملي كيحولوا البايت كود ديال جافا
دونك داك البايت كود كيفاش كيكون داك البايت كود؟ داك البايت كود كيكون على شكل instructions، كيكون على شكل instructions اللي كتفهمهم شكون؟ اللي كتفهمهم لا ماشين ديالنا اللي هو البي سي ديالنا. يعني واحد الماشين لانجويج، واحد لغه الاله اللي كيفهمها البي سي ديالنا كتكون على شكل بايت كود، كتكون على شكل بايت كود، وكتكون على شكل يعني كتكون على شكل هاد يعني لا على الشكل ديال انه كتكون على شكل بايت كود. يعني المهم نعرفوا ان داك الانستركشنز راه ماشي كيكون على شكل بينري، ولكن كيكونوا بطريقه اللي كيفهمهم البي سي ديالنا، بطريقه اللي كيفهمها البي سي ديالنا. دونك ديك الطريقه كيكون فيها مجموعه من الرموز اللي غادي نتعرفوا عليهم في الفيديوهات الجايين. يعني دوك الرموز اللي كيفهمهم البي سي ديالنا، وعن طريقهم كيفهم اشنو طلب لنا منه حنا يقاد. يعني حنا ملي كنكوديو واحد السورس كود ديال جافا على اساس اننا نبنيو واحد لابليكاسيون مثلا، ديك لابليكاسيون خصنا نديرو مجموعه ديال الانستركشنز نعطيوها للبي سي ديالنا باش يدير دوك الانستركشنز، وهادوك عن طريق دوك الانستركشنز يبني لينا ديك لابليكاسيون، يبني لنا ديك لابليكاسيون عن طريق شنو؟ يعني هادشي كامل عن طريق جافا فيرتوال ماشين اللي هي جي في ام. مزيان. دونك الانستركشنز كيفاش كيكونوا؟ من بعد ما كيدوزو، من بعد ما كيتحولوا الكومبايلر كيحولهم لجافا بايت كود. ملي كيحولهم الكومبايلر جافا بايت كود، الجي في ام شنو كدير؟ الجي في ام كتحول هادوك الانستركشنز اللي كيكونوا على شكل جافا بايت كود اللي نتعرفوا على الشكل ديالو في الفيديوهات الجايين، كتحولوا لينا الانستركشنز على شكل بينري ريبريزنتيشن. والبينري ريبريزنتيشن كنا عارفين بانها ما بين 1 و 0. يعني دي كومبينيزون ما بين 1 و 0، كل كومبينيزون كتعني واحد الحاجه، كتعني واحد الرمز اولا كتعني واحد الرقم اولا كتعني واحد الحرف. مزيان. وداكشي كامل كيعني الانستركشنز اللي طلبنا حنا من البي سي ديالنا باش يقاد واحد لابليكاسيون. دونك حنا لوبريتين سيستيم ملي يشد دوك الانستركشنز على شكل بايت كود، يعني على شكل بايت كود، شكون اللي كيعطي ليه هذا، شكون اللي كيدوز ليه هذا الانستركشن على شكل بايت كود؟ جافا بايت كود. يعني جافا فيرتوال ماشين هي اللي كتكون الوسيط ما بين الاوبريتين سيستيم وما بين جافا بايت كود اللي يحولوا لينا الكومبايلر من جافا سورس كود لجافا بايت كود. وهنا الوسيط اللي هو جافا فيرتوال ماشين جي في ام يصيفط لذاك جافا بايت كود، كيصيفطوا الاوبريتين سيستيم، والاوبريتين سيستيم كيحولوا الانستركشنز على شكل 1 و 0 اللي هما البينري ريبريزنتيشن، يعني على شكل واحد التعبير اللي هو على شكل تعبير اللي هو على شكل ما بين 1 و 0، يعني مجموعات من 1 و 0، من 1 و 0، كل مجموعة كتعني واحد الحرف اولا واحد الرمز اولا واحد الرقم. وملي كنجمعوا ما بين الحروف والرموز والارقام راه كنكونوا انستركشنز، وهاد الانستركشنز كيكون على شكل بينري ريبريزنتيشن، يعني كيكونوا ما بين بيتس، كيكون على شكل بيتس، بيت هو 1 اولا 0، دونك كيكون على شكل بيتس ما بين 1 و 0. وهكا البي سي ديالنا، يعني الهاردوير ديال البي سي ديالنا، يعني اللي هو الماشين اللي كاينين في البي سي ديالنا اللي هما الهاردوير ديال البي سي ديالنا، غادي يفهموا اشنو طلبنا منهم حنا. يعني البي سي ديالنا غادي يفهم اون جينيرال اشنو طلبنا منه باش يقاد كيفاش غادي يبني داك الابليكاسيون، وغادي يطبق داك الانستركشنز اللي عطينا ليه، وغيبني لينا الابليكاسيون وغيعطينا الاوتبوت من بعد ما نضغطوا على رن. دونك هادشي كامل شكون اللي كيديرو؟ شكون اللي كيعطينا الامكانيه باش نضغطوا على رن في الاي دي اي ديالنا ونشوفوا الاوتبوت ديال واحد السورس كود ديال جافا اولا اي لغه برمجيه درناها، اولا بالضبط في جافا اللي هو جافا فيرتوال ماشين، يعني الجي في ام في جافا هي اللي كتعطينا الحق باش نديرو ران لواحد جافا سورس كود. دونك هذه هي الجي في ام، وهكا كيكون التمثيل ديالها. مزيان. دونك ندوزو دابا الفاريبلز في كوتلين. دونك ندوزو
دونك ندوزو دابا الفاريبلز في كوتلين. ندوزو دابا الفاريبلز في كوتلين وكيفاش كنديروا الفاريبلز في كوتلين. دونك راه حاجه مهمه نضبطو في الاول، يعني ما نحقروش هاد القضيه ديال الفاريبلز. الا كنا ما فاهمينش الفاريبلز في كوتلين راه نلقاو مشكل كبير، في اننا نتعاملوا مع كوتلين ملي غادي ندوزو الحوايج اللي هما متقدمين اللي هما افونسي اكثر. دونك خصنا نضبطوا الفاريبلز هما الاولين كاملين، نفهموا السنتكس ديال كل داتا تايب، ديال كل تايب اوف فاريبل، نضبطوا السنتكس ديالو ومن بعد ندوزو للحوايج الاخرين. دونك عندنا بالنسبه لهذا، بالنسبه للفاريبلز كنبداو ب immutable variables اللي هما المتغيرات الثابته اللي كنعطيهم واحد القيمه وما كنقدروش نغيروها من بعد، كيتسموا immutable variables. وكنرمزوا لهم، يعني كنرمزوا لهم باش بفال، كنرمزوا لهم فال كما كنشوفوا دابا. هذه دابا اللي كتبان لنا هنا بالليموني اللي هي فال. دونك كنرمزوا لهم فال اللي كتعني فاليو، اللي هي قيمه. مزيان، نشوفوا دابا السنتكس ديال واحد الايميتيبل فاريبل او واحد المتغير اللي هو ثابت اللي ما نقدروش نغيروا القيمه ديالو الا عطينا واحد القيمه. مزيان، كنديروا فال وكنديروا variable name، كنديروا الفاريبل نيم وكنديروا تو بوينت وكنديروا الداتا تايب. اش من داتا تايب اللي عندنا؟ الداتا تايب، كنديروا الداتا تايب ومن بعد كنديروا ايكوال لواحد الفاليو، دونك هكا كنرمزوا. هكا هو السنتكس ديال باش نكتبوا واحد، باش نكرييو واحد الايميتيبل فاريبل، يعني واحد المتغير اللي هو ثابت اللي نعطيو القيمه ديالو وما تغيرش من بعد. دونك نشوفوا واحد الاكزامبل. اشنو هو الاكزامبل اللي ممكن نعطيو؟ مثلا نقدروا نكريو واحد سترينغ فاريبل مثلا ونعطيو واحد القيمه ثابته مثلا. مزيان، نكريو على شكل ايميتيبل فاريبل. دونك كيفاش نديرو فال كيورد اللي كتعني فاليو، ونديرو الفاريبل نيم وغادي نديرو الفاريبل نيم. دونك الفاريبل نيم نديرو اي حاجه، نديرو نيم مثلا ونديرو تو بوينت. ودابا خصنا نديرو الداتا تايب. دونك نديرو مثلا سترينغ، اللي هو هذا، نديرو سترينغ مثلا ونديرو ايكوال ونديرو بين دبل ونديرو بين دبل كولومز ونديرو بين معقوفتين، نديرو السميه اللي غادي نديرو مثلا ونديرو هنا كريم مثلا. دونك في هذه الحاله كرينا واحد الايميتيبل فاريبل، كرينا واحد المتغير في كوتلين اللي هو متغير ثابت اللي كنعطيوه القيمه وما كنقدروش نغيروها من بعد. دونك كنعطيو واحد القيمه وما كنقدروش نغيروها من بعد. دونك هذا هو المتغير الايميتيبل فاريبل في كوتلين. اشنو هو الضد ديال الايميتيبل فاريبل؟ راه واضحه، الضد ديالو هو الميتيبل فاريبل او لا المتغير الذي يمكن ان نغير قيمته. دونك كيفاش ممكن نكريو واحد الايميتيبل فاريبل كما كنكريو في جافا سكريبت؟ دونك كما كنكريو واحد الايميتيبل فاريبل في جافا سكريبت راه نقدروا نكريو كذلك في كوتلين عن طريق var keyword. دونك عن طريق var keyword نقدروا نكريو واحد الايميتيبل فاريبل، واحد الميتيبل فاريبل عن طريق var keyword. دونك نشوفوا مثال. دونك عن طريق var keyword نشوفوا السنتكس، الطريقه باش خصنا نكتبوا واحد الميتيبل فاريبل، نكريو واحد الميتيبل فاريبل في كوتلين. نشوفوا دابا الطريقه الصحيحه. كنستعملوا var keyword اللي كتعني فاريبل، يعني كيف ما كان هذا الفاريبل هذا ولكن كنحددوا الداتا تايب ديالو طبعا، وكنديروا الفاريبل نيم لان هاد القضيه ديال نحددوا الداتا تايب ماشي بحال جافا سكريبت، لان في جافا سكريبت ملي كنستعملوا الفار كيورد، جافا سكريبت كنقدروا نستعمل ديك الفار كيورد كنعنيو بها اي داتا تايب. ولكن ملي كنستعملوا فار كيورد في كوتلين كيكون اختلاف. ملي كنستعملوا فار كيورد في كوتلين كنعنيو بها فاريبل،
وعاد كنحددو داتا تايب لداك الفاريبل من بعد ما كنديرو الفاريبل نيم. دونك نديرو الفاريبل نيم ونديرو تو بوينت ومن بعد نديرو داتا تايب ومن بعد كنديرو ايكوال وكنعطيو فاليو. فقط هكا كنكون كرينا واحد الميتيبل فاريبل في كوتلين. نعطيو واحد الاكزامبل اللي نقدروا نعطيو هو هذا. دونك نعطيو واحد الاكزامبل نديرو var نعطيو واحد الاكزامبل نديرو var عفوا كتكتب لي هاد الفانكشن. دونك نديرو var ونديرو الفاريبل نيم عاوتاني نديرو هاد المره نديرو انتيجر ونديرو نمبر ونديرو تو بوينت ونديرو الاند نديرو الاند كداتا تايب. دونك الداتا تايب اللي نقدروا نستعملو دابا بالنسبه للنمبرز هي الانتيجرز، ولا نقدروا نستعملو الفلوت، ولا نقدروا نستعملو الدبل. دونك كلنا كنعرفو كذلك في كوتلين راه كاين الفلوت والدبل والانت اللي ندوي عليهم في الاخر الفيديو. دونك عندنا هاد القضيه الانت ثم كنديرو ايكوال وكنعطيو الفاليو مثلا واحد الرقم، كنعطيو رقم معين. هكذا كنكونو كرينا واحد الميتيبل فاريبل عن طريق الفار كيورد، عن طريق الفاريبل نيم، عن طريق الداتا تايب، وعن طريق الفاليو من بعد ايكوال اوبريتور. That's very perfect. دونك هادشي اللي عندنا بالنسبه للميتيبل فاريبل، يعني واحد الفاريبل اللي هو متغير اللي ممكن نبدلو ليه الفاليو ديالو من بعد. دونك غنجي من بعد وندير بحال هكا، غنجي ندوز لواحد سطر اخر ونقدر دابا نكتب فقط نمبر وندير ايكوال ونبدل ليه الفاليو ديالو 57 مثلا. دونك هكا نقدر موديفي واحد الفاريبل اللي كريتو عن طريق var keyword في كوتلين، وهذا هو الميتيبل فاريبل في كوتلين. والفرق ديالو مع immutable فاريبل اللي كرينا عن طريق var keyword. دونك مزيان خصنا نعرفوا هاد الحوايج اللي هما تري بازيك، هما فيري بيزك، ولكن ضروري خصنا نكونوا عارفين. دونك كبديه في التعلم ديالنا الكوتلين، خصنا نعرفوا هاد الحوايج ضروري. وملي غندوزو عاوتاني نافونسيو كتر ونوصلو عاوتاني ندويو على الفيرسيون جديده ديال كوتلين، غنشوف بزاف د الحوايج تبدلوا في كوتلين، ونشوفوا شنو هما الحوايج اللي ولاو مفيدين كتر لينا في كوتلين، ولاو كيسهلوا لينا الكودين ديال كوتلين. ونشوفوا هادشي كامل من بعد ما نافونسيو كتر في الشرح ديالنا الكوتلين. مزيان، دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للميتيبل فاريبلز. يعني المتغيرات الثابته والمتغيرات الغير ثابته، يعني ممكن نغيروا القيمه ديالهم. دونك دابا بالنسبه لانواع البيانات الاساسيه اللي كاينين في كوتلين، بحال هذوك اللي كاينين في جافا سكريبت، عفوا اللي كاينين في سي، واللي كاينين في سي بلس بلس، واللي كاينين في جافا، اللي هما الانتيجرز، الدبل. الانتيجرز واضحين اللي هما الاعداد الصحيحه الطبيعيه، ثم الدبلز اللي هما الاعداد العشريه الكبيره، يعني كيكون فيهم اكبر عدد ممكن من الارقام ما وراء الفاصله، والفلوت اللي كيكون تقريبا 15 رقم، والفلوت عدد عشري صغير اللي كيكون اقل عدد ممكن من ارقام ما وراء الفاصله، والبوليان اللي هما يا اما واحد يا اما زيرو، يعني يا اما ترو يا اما فولس، يا اما صحيح يا اما غلط، والتشار اللي كتهز لينا واحد الحرف، واحد الكاركتر، والسترينغ اللي كتهز لينا تكست، وكتهز لينا يعني واحد النص اولا واحد الكلمه، واحد الورد. نذكروا دابا شنو ذكرنا. كاين الاند، وكاين الدبل، وكاين الفلوت، وكاين البوليان، وكاين تشار، يعني وكاين تشار، وكاين طبعا string. دونك هادو هما الداتا تايبس الاساسيين اللي كيتعتبروا البرينسيبل داتا تايبس،
اولا البريميتيف داتا تايبس في كوتلين. ومن بعد نتعرفوا على كما تعرفنا على فال كيورد وتعرفنا على var keyword في كوتلين، غنتعرفوا كذلك على another keywords في كوتلين اللي كيعاونونا بزاف في الكودين. وكل keyword كيعني لواحد الحاجه، عنده الدور ديالو في واحد الحاجه وكنستعملوه في واحد الحاجه. ولكن بالنسبه للداتا تايبس الاساسيين اللي هما الانت والدبل والفلوت والبولين والشار والسترينغ هما اللي كنستعملوهم بشكل اساسي في الكودين ديالنا. هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا الفيديو، وكنتمنى انه يكون عجبكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.